السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرجاء فضلا لا أمرا قبل البداية الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا. انتهت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني وكانت النتائج على النحو التالي: أوساسونا يتعادل مع ويسكا بهدف مقابل هدف، ليفانتي يتعادل مع إلتشي بهدف مقابل هدف، فياريال يتعادل مع ريال مدريد بهدف لمثلها، إشبيليا يفوز على سيلتا فيغو بأربعة أهداف مقابل هدفين، أتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة بهدف نظيف، أيبار يتعادل سلبيا مع ختافي، ريال سوسيداد يفوز على قادس بهدف نظيف، بلد الوليد يفوز على غرناطة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ديبورتيفو ألافيس يتعادل مع فالنسيا بهدفين مقابل هدفين، أتلتيكو بلباو يفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف نظيفة. وإليكم الآن جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة العاشرة. جاء في المركز الأول ريال سوسيداد برصيد 23 نقطة، وفي المركز الثاني أتلتيكو مدريد برصيد 20 نقطة، ثالثا فياريال برصيد 19 نقطة، وفي المركز الرابع ريال مدريد برصيد 17 نقطة، وفي المركز الخامس والسادس فريقين برصيد 14 نقطة لكلا منهما، وهما على التوالي قادس في المركز الخامس وغرناطة سادسا، وفي المركز السابع إشبيليا برصيد 13 نقطة. وجاء من المركز الثامن إلى المركز الثاني عشر 5 فرق برصيد 12 نقطة لكل منهم، وهم أتلتيكو بلباو في المركز الثامن، فالنسيا تاسعا، إلتشي في المركز العاشر، ختافي في المركز الحادي عشر، وريال بيتيس في المركز الثاني عشر. وفي المركزين الثالث عشر والرابع عشر فريقين برصيد 11 نقطة لكلا منهما، وهما على التوالي برشلونة في المركز الثالث عشر، وأوساسونا في المركز الرابع عشر. وفي المرتبتين الخامس عشر والسادس عشر فريقين برصيد 10 نقاط لكلا منهما، وهما على التوالي ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر، وأيبار في المركز السادس عشر. وفي المرتبة السابعة عشر بلد الوليد برصيد 9 نقاط. وحل من المرتبة الثامنة عشر إلى المركز العشرين 3 فرق برصيد 7 نقاط لكل منهم، وهم ليفانتي في المركز الثامن عشر، ويسكا في المركز التاسع عشر، وسيلتا فيغو في المركز الأخير.